الحمد لله كريم ذي المنن على استقالي بفروض وسنن الحمد لله الكريم ذي المنن على استحالي بفروض وسنن سكرته لأنه قد ساقني لوطني به نفى ما أحني وحادني إليه بالتعالي من بهد ما حساب بالتقلي وجرني فيه إلى الغلو والفوز بالعمل بالمحلول ثم صلاة بسلام تبعا على الذي قصدي أن أتبعا على الذي من بمراده اقتدى في السر والجهر يكون مقتدى هو الذي هجر المدينة بأمر ربه فصان دينا وسيلتي ومالك رفيع محمد خير الورى الصفي وآله وصحبه النجوم القائر النفوس والرجيم هذا وإن يا وهاب خيرك في دارين لا أهاب وإنني يا بر يا كريم جاهل وأن شكرك لا أريم منذ جذبتني إليك يا مهين عناية منك إلي لتهين فحلت منسوبا إليك منك بك عليك ورضيت عنك مفوضا مسلما إليك أمري مهاجرا لما لديك ثم إليك لا إله سواك قد سرت لما لم أجد سرواك فجئت اليوم بخير منني وقدتني إلى احتفاء سنني من بهد ما كان ابتداه ناس يدخلني في سرك القناس وكدت للأمداه والإدراء أصهد في تاليف وإقراء وفي تعلم وفي تحليم وفي استقالي بالهدى المخلوم فقلت ذا سكر وذا توسل بالمصطفى صفي عين رسلي وببنيه وبناته معه ليصفوا فيها سريعا اسماء يا بر يا غفور يا عليم إني حمر تائب مليم يا بر يا رحمن يا وكيل إني كسول نائم أقول يا مالكي يا خالق الأنام هم من هواي حلل المنام يا خالقي يا كامل الصفات لك استكيت كسرة الآفات وأنت ذو الجلال والإكرام فنجني وأولني مرامي منك أروم اليوم أن أكون بمن أبوا لغيرك ركونا وأن أتيحك بنهج المصطفى سنته البيداء يا من استفى يا غافر الذنوب يا قريب إني هبيل هاهنا قريب لحب ذاك ولإخوان جميع سعادة دار حقا يا سميع هب لي في هذا الإجابة بالمصطفى والآل والصحابة هب لي خير القسم في المقاسم ولزوي ديني بجاه القاسم ولصفة ليل الهوى ضهيما بحرمة المحبوب إبراهيم وليسه خير الحلال الطيب وخير جيران بحق الطيب وسفني في باطن والظاهر وحبي الخلق بحق الطاهر ورقني تحية خفية ببنته رقية صفية وقي هزايا أقربا وأجنبا ومسلما وكافرا بزينبا وأمني بالخير والسلام بأم كلثوم إلى القيامة وليجد ربي بحسن الخاتمة هنا وفي قدي بجاه فاطمة صل على هبيهم والآل وصحبه ولستجب السؤال وكن أنسي واحمني من الدرر ونجني من احترار وقرر ونجني ربي وأهل الدار هنا وفي قدي من الأقدار ونجني
لي والمسلمين من بلاء وتقي جسماني في قبر البلاد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا هب لي بجاه من هو المهتم دنيا وأخرى خير ما أختار واجعل حجابا بيننا وبين كل أذى والتفي عنا العين يا الله يا نسير يا جليل إني أقير معدم ذليل فتغنني بك وهدي العرب بمن على جملة هجم وعرب سيدنا محمد باب الفلاح وسيلتي إليك في نيل الصلاح وسليا وسلما عليه وكل ما قد انتمى إليه واغفر ذنوبي وتقبل عملي وليبقى رمنا وأملي يا من هلا عن المكان والهرد إني ساكن هنا وبي مرض فكن أنسي واسفني من السقم حتى أكون سالكا خير اللقب يا حلو يا مزل يا من يؤمن أنت المدير يا هنا يا مؤمن فأبدا كن مؤمني يا ذا الجلال من كل سوء وعذاب ودلال يا من على عن زوجة وعن ولد هدني وهد جميع أهل ذا البلد واجعل إلهي مسكني توبى أبد مثل اسمها بجاه خير من أبد وسلم عليه أفضل الصلاة وآله وصحبه ذوي الصراط وكل من قدمني أو زار فنجه واغفر له أوزارا وكل من أحبني أو مالا إلي فارزقه هدى ومالا وكل من سطمني أو لاما فأبله توبة واستسلاما فكل من أساء زانه فيا فليقلب قلبه يا رب يا وتفني هذا جميع العالمين وتفهم قضايا يا ربي أمين واجعل بناء بناء هافية يجرني إلى حيور سافية واجعل بناء بناء علم وعمل بسنة وهلم واجعل بناء بناء الاهتداء وتفي عني كيد كل ذي اهتداء وتفني دهر عذاب السيطان واسمه الباطن في الأوتان وتفي عني كل شخص لم يرد واجعلك فاصرفه سريعا بسيارتي وتصرفا جملة ما يفسد عن يدي وعن داري سريعا حيث أن وترقل المصلح في يدي وفي داري وثابتا وساعد وفي وأهلني وأهلي من يهينني ولتكفني جملة ما يهينني ومسكني سلم من الفجار ومن على أهلي بما هجار واجعلوا ربي مننا المهجلة جالبة لمن مهجلة يا حي يا حيوم كل يا مجيب أنت مجيب والكريم ورقيب إليك وحدك فردت من سواك فكن بذاك قائدي إلى هداك وليكن ربا وليا ونسير ولجميع المسلمين يا بصير وكثيرا خيرات هذا البلد ورزقه وتكفني أنك لي وتثبتا فيه جماعة تقيم الصلوات الخمسة دهبا يا حكيم ونجنا من سر هذا زمن وسر غيره وكل فتن والتقنا سراء نصارى واليهود وسر إبليس وكل ذي جهود والجن والدجال والسودان بالسرق والمغرب والبيدان وسر ما في الأرض ترا وسماء من زائر وبدر اكتتما يا لطيف يا كريم يا جليل هم جميعنا بلطفك الجميل وكلنا كل نجاة وفلاح ووافقنا والثواب والصلاح وزرنا بفقله ما أحببت وانتكفنا عن فقله ما أبقت ولا تكن مبتليا بنا أحد دارا بما ليس يضيق يا سمد وهب لنا تيسير والفلاح في كلتي
الدارين والنجاة بجائز اليوم وجاه من ولد فيه فرمنا فصله ولم نجد محمد أفضل خلق الله بلا تردد ولا استباه عليه صل أبدا خير الصلاة بأن نرافق الخيار والثقات وهب لنا أعزى الذي آتانا وترك ما عن فقله تعانا حتى يكون كلنا في الحركات مهتديا بسنة والسكنات ونجنا بجاه من دهوى وتفي عنا كذبا والهوى وتفنا الهوى وما لا يحمي وبك دابا أهلنا يا مغني يا الله مغفرتك المعملة أوزاء عن ذنوب حاسب مهملة يا بر رحمتك أرجى هدنا من عمل نقسمه فاغفر لنا ولجميع المسلمين العجمين والمسلمات كلهن ولا توقسنا بسوء الأدب وبتجرب وكسر الهيب ولا توقسنا بسوء الأدب وبتجرب وكسر الهيب فإننا وإن تجارنا فلا نرجو سواك كلنا تفضلا ولا توقسنا بكثرة الفضول في الظاهر وباطن وبقفول وكن معيذنا من الوباء وكل نازل من السماء وكل ما يدور في الأرض وما بينهما يكون يا رب السماء واجزم قلوبنا مع الجوارح للبر والتقوى بجاه الناس وسليا عسكى صلاة دافعة عنا وباعا من جراد مانعة عليه والآل بأفضل السلام وسهبه ومسكنه هم يا سلام وزك نفسي وزدني الماء يكسف في دارني هني هما وطهر قلبي وزدني حياة وأقني في تاهة يا رب يا واجعل يميني كسعاد في السقاء ميمونة في سدة وفي رقاء يا الله يا وهاب يا أهل رفيق بيسلكنا اليوم أنفع طريق بحرمة المصطفى المقرب ولا لوساب وسهر رجب بحرمة المصطفى المقرب ولا لوساب وسهر رجب دنيا بتقديم والتصديق بحرمة المقدم الصديق وليجد بأقوى التوفيق بحرمة الموفق الفاروق وليهب سعادة دارين بأقوى حسمان حق نورين ثم بحرمة الإمام من علي قبل في دار سيكا يحتلي يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا هب نصرنا بحرمة الحسن والحسين مع حرمة كل ما يا سائب الجمع بحرمة الحسن والحسين مع حرمة كل من إلى سهب الجمع وحرمة البنين والبنات وحرمة الآل مع زوجات وحرمة الرسل والأنبياء والعلماء مع الأولياء وحرمة الملائكة كل الكرام وحرمة الكهبة بيتك العرام وحرمة البيت المقدس العظيم وبمدينة رسولك الكريم وبيتك المحمور يا ربي وما يزوره من ملك فوق السماء وجعل كل ذي هدى إنسانه أو مرسل أو هابد أو ناسه وجعل كل من إليك ينسب هب لي ما منك جميعا أطلب وتفد الجملة معه من غسر بك يا مميز فتجمع بيني هنا وبين ما يسوقني إليك حيث ولما وكلما أنك يعوق يا بديع فتفرقا بيني وبينه سريع أنا الذي أسلمت وجهي هنا إليك هازما على أن أحسنا أنا الذي لست أميل أبدا إلى سواك هؤنا ثم قدا لملا وأنت ربي الوكيل وأنت حسبي فلا أميل يا بر أنت
أنت ربي الوهاب وفي فتواتك لا أرتاب يا بر أنت ربي الحسيب وأنت حسبي فلا أقيم يا حل أنت ربي المدافع وأنت حسبي فلا أنافع يا عي أنت ذو الجلال الواسع وأنت حسبي فلا أناسع يا ربي أنت ذو المعالي الواحد وأنت حسبي فلا أكامل يا فرد أنت ذو العطايا الماجد وأنت حسبي فلا أحاسب مولاي أنت ذو الهدايا نافع وأنت حسبي فلا أقاتل أنت الذي تولي مهيبك هناك وأنت حسبي فلا أبقي سواك فاعفيه ما يليكن حسنا عزيز أن كل زينب وسفر كل هين وتفني يا ذا البقاء والقدم هذا الذي مضى إلي بالقدم والسر من يركب ذا سلاح والسر من يطير ذا جناح والسر من يجلس بالكلام والسر ذي دين وذي قيام والسر من ينفس في العقود والسر هاسد وذي جهود بك أقدت يا إلهي العسلا وعية وأقربا وأسودا وأقدا ونافذا وسارقا وهائنا وسائرا وسارقا والإنس والجن معا عني وعن جميع من قد أسلموا فيما علن بألف لفظ لا حول ولا قوة إلا بالإله زلولا والنجم من شر ساكن البلد وسر كل والد وما ولد والطفل سرف من وعين وكل من قصدني بالعين ونجني من ظلم كل ظالم وسر كل جائر وعالم وكل سامت وكل ناطق وكل مارق وكل تارق وكل أرزل وكل فاتن وكل قاهر وكل سائل وكل تائر وكل ماس وكل قامل وكل فاسي وكل حاسد وكل سان وكل جبار وكل جاني ونجني يا من تعالى يا مجد من سر جن مع الشيطان مريد وسر القرب وسر ناس والحر والبر وسر الماء وسوي النية وعيني أبد وطهر القلب وسعي الجسد وعبلي الحيام في الليالي وسم في النار بالإكمال وحلي النية من الرزائل وكن مجملني بالفضائل وسكن بي وافتعن ربي ليا فتحا مبينا لا يرى لمثليا وليهب حسنة ونورا وفي صراط يسير مرورا وعبلي الذكرى بسكر كلهم وعدني من جملة المقربين ولا تزل يا مالك دليلي وعذبني يا وكن قليلي وعلمني من لدنك همة حتى عصير رازقا قداما وكن معيني على سيداني والنفس والقلب مضى أسماني ولا في دار كن معزا وفي إمالي لا تزل ملازا وسفيني قالبا وقلبا وليهب ترقية وهبا وكن ولي في حياتي ولدا موتي وفي القبر وفي العصر عدا ولا تزل يا حافظ هابيا وحافظا وعجبا وراديا وجاسبا ومرشدا معلما وقائدا الى الهدى مكرما وهديا ونازرا ومقفا بكل ما ينفعني وبالتفا وبسلك المسالك الخلاص وتفني عن جملة المعاصي وبسلك ربي بسريق الأولياء النجباء المهلزين الأصفياء وأولني سعادة لست أرى سقاوة من بعدها أو دهرا وتزمدا هدك في فؤادي وهب خير الخلق في تبادي وهب آله وصحبه جميع سبته بكل مسلم مطيع يا ربنا يا ذا الهدايا آجبي تواسلي بالمصطفى المنتقب ثم عليه سليا خير السلام تقودني إلى ملاقاة الهدى وتغنني بحب كل مسلم
ونجني من شر كل مجرم واغنني بطاعتك ولتكفني عن المعاصي وجميع الفتن وترج الأحجار من فؤادي وتلقي الأنوار فيه هادي وكن معيني على ما يسلم وتفني جملة ما يقرب وترني دقائق الأسرار بهلمك النافي والأنوار قبل اليقين والهرفان والسوق والصفران والرضوان والاستقامة على الهبادة والكسفة والهيانة والسعادة وأصدق أمة خير المرسلين وفرجا عنهم جميعا يا علي وارحم وبارك سماهم كلهم ونجهم والتف بهم واغفر لهم وجعلني يا ربي من أعظم العباد عندك هزا ونزيفا تمام واجعل جميع حركاتي لك وسكناتي تحت بفضلك واجعل حياتي وجمعاتي في سنن وفرد والمكتوب سرا وعلى سر واجعل مماتي راحة لي من نزب ومن جوى ومن غرام ووزب العمل اجعل كله مقبولا حتى أكون مهتدا مقبولا ومسكن اجعل مسكنا مباركا وسيرا سالكا وناسكا أدعوك أن تجعله دار التقى والهلم والدين ودار الارتقاء وجنة لسالك مريد وجنة عن هاتك مريد وجنة لسالك مريد وجنة عن هاتك مريد ومنفعا لكل هاد مسلم ومدفعا عن كل هاد مجرم وهجة لمن يدع في الارتداء وهجة على مخالف القضاء ومطلبا لطاعة إبراهيم ومهربا لطاعة رجيم ومسلكا لسبل اتباع ومدركا لسبل ابتداء ومسكنا لجلب كل خير ومسكنا لنقص كل دير وسببا لفقر خير الخير وسببا لدفع دير الحي وأرض جعل أرض رزق وأمان ورحمة وسعة كل أوان يا دافعا أسوائه والأقدار بالمصطفى الفخ كل ذو الدار وفر لمن بنوا بناءها الرفيق وفر لمن أمرهم به جميع ولجميع من أهانهم على بنائها الذي بفضلك احتلى وفر لكل من بها قد سكنا وللذي لا لخير ردنا ولتجعلنا ذات الامتلاء نورا ورحمة بلا انتهاء ورزق اجعل والجبل الحلال في الهسر ويسر على توالي وليجد فيه بعلم ينفع ورفع نسي بقلب يحسه وليأتي دعاء يسمع مع القناعة بنفس تسبه وزوجة صالحة تعين فلا تقاول البر معين واصبلا كنفات صدرك فأبد على ما جملة آلية سمن واضرب سراجقات حفظك على دار وما فيها جميع المشكلات وتلقي الجميع فيه مأمون خيبك واحجبنا عن الفتون وعن سرار الخلق والرزايا والجن والشيطان والبلايا وعن سرار الخلق والرزايا والجن والشيطان والبلايا وأمرني بتقى ونور والزهد والورع في الدهور ومسكن جعل مسكن الكفران ورشد والحرفان والرضوان ودار إخلاص وصدق وورع ودار سنة ومنجل بدع واجعل دابا مسكن التعلم وموضع الفكرة والتفاهم ومسكن الإحسان والتعليم ومسكن التصويب والتفهيم واجعل مسكن الخروج من ظلم لنور وفي أنه كل من ظلم واجعله دابا مسكن اتباع لسنة الله مسكن ابتداء واجعله يا ربي أحب مسكني في أرضنا لك وللمعيشة وتعمي داري عن الفجور والفسق والباطل في الدور وانفي الوباء وانفي البلايا كلها أنا وطيب شربها وأقلها واجعل أريمنا أريما آمنا
وكن بحفظه كفيلا دائما واجعل لها خيرا من الجهات أسد وفياء عن الآفات هبني عن سلطان يا جليل ومسكني وكل ما أهون يا الله يا عزيز يا ذا الأمر يا فائق الخلق معا بالخير نفسي وديني سوى أهلي والولد ومسكني لك وديعة الهبل وهكذا دنياي وأخرايا ففيما أنسر في رزايا واصرف عذاب النار عن جملة من بيتعاله أمنع زمن وجملة الأحوال من أقاربي في الدين أو في الدين والعجانب وجملة الإحوال من أقاربي في الدين أو في الدين والعجانب فليكن حسنا ودابا يا سمد توالني ولا تكلني لأعلم وارحم جميع المسلمين أبدا وصليا وسلم على سرمدا على محمد الوسيلة لك وليم حسن الختام لك والتسليم صلاة لصحابة عن آله وأبي الإجابة ربي إنك قلت وقولك الحق ووعدك صدق فإني قريب أجيب دعوة الله إذا دعاني فقد دعوتك فأجب دعوتي كما وعدت فإنك لا تخلف الميعاد فاعطني كل ما سألتك في هذه القصيدة وعزني من كل ما استعنت بك منه فيها بجاه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ربي هب لي من لدنك وليا يرثني ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل البيت مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ربي أوزعني أن أذكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وعلى أهل صالحا ترضاه واصلني في ذريتي تبت إليك وإني من المسلمين ربي نجني من أخي الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ما قرأت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أحصيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وعدنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة نفرح بها إبليس وما ولاه ونلازم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ولاه ونعوذ بها حسن الخاتمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين